السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات مجربة فعالة. كنشكركم على الدعم ديالكم الدائم والمتواصل. بالنسبة للفيديو ديال اليوم حبيت انني نشارك معكم عجينة السكر بدون شوكولاتة وبدون جليكوز ولا جيلاتين، يعني غادي تنجح معك من اول استعمال بدون اي مكونات مكلفة، مكونات اقتصادية جدا موجودين في اي دار مغربية وفي اي دار عربية. قبل ما ننطلقوا لطريقة التحضير ما تنساوش الاشتراك في القناة ودعموني بلي لايك باش تعم الفائدة والفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. ننطلقوا لطريقة التحضير. المكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفة ديالنا السكر، يعني السكر كلاصي، وغادي نحتاجو بيضة ابيض بيضة ونص حامضة. هاد القياس ديال نص حامضه ماشي حامضه كامله، يعني نص حامضه فقط. المهم انا ما غاديش نعبر معكم السكر كلاصي او السكر الناعم، حيت كل وحده والعبار ديالها وشحال غادي يقدها بالضبط. ابيض بيض غادي تحتاجوا بيضه فقط، يعني ماشي بزاف. انا تقريبا خدمت هاد السكر، يعني ماشي بالضروره انك تخدمي النوعيه ديال الممتازه، يمكن تخدمي النوعيه العاديه. المهم غادي تاخذوا ابيض بيض ديالكم وغادي تضيفوا ليه نصف حامضه اي عصير الحامض، وغادي تطربوهم شويه، غادي تضيفوا نص حامضه هي عصير الحامض، وغادي تطربوهم بشويه عليكم على هذا الشكل. وغادي تضيفوا بطبيعه الحال السكر الناعم او السكر الكلاصي، سكر كلاصي بالتدريج، يعني غادي تضيفوا بشويه وبشويه عليكم وتتكملوا الكميه ديالكم وتتحصلوا على القوام المطلوب. يعني بهذه الطريقه البنات غير تبعوا الخطوات وتبعوا الفيديو كما كتشوفوا، راه ناجحه، طريقه ناجحه 100%. يعني ما تخافيش منها، ما تحتاجيش لا الشوكولا ولا الجليكوز ولا الجيلاتين، يعني وصفه غادي تنجح معك من الاستعمال الاول. البنات غير جربوه كننصحكم. وغادي تضيفوا بطبيعه الحال السكر الناعم على هذه الطريقه. المهم غادي تخدموا بنفس الطريقه تتكملوا الكميه اللي عندكم. من بعد ما تخلطوا المكونات غادي تجيبوا النشا او المايزينا او الكورن فلاور، غادي تحطوا على هذا الشكل في سطح العمل ديالكم، وغادي تخويو عجينه السكر ديالكم. ولا بدا تضيفوا المايزينا حيت العجينه كتولي جاريه الا ما كتشدش معكم، يعني خاصكم تخدموها بالنشا او المايزينا، يعني بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. غادي تحطوا الوصفه ديالكم او لا العجينه ديالكم فوق النشا، ويعني تغطيوه بالنشا مزيان باش تجمع معكم، وراه غادي تحصلوا على نتيجه رائعه جدا. يعني ما تخافوش البنات. وغادي تحاولوا تجمعوا العجينه ديالكم يعني باش ما توليش جاريه، حيت ولا بد انكم تخدموا بالنشا باش العجينه ديالكم تماسك وتجي في القوام المطلوب، يعني تكون ناجحه 100%. يعني غادي تنجح معكم، ولكن لا بد انكم تخدموها بالنشا، يعني ماشي الدقيق، بالنشا يا البنات. بهذه الطريقه تتحصلوا على القوام المطلوب. من بعد ما تكملوا العجينه ديالكم كتحصلوا على هذا القوام الرائع جدا. يعني من بعد ما تساليو انكم تضيفوا السكر وتعجنوها، يعني تجمعوها، كتحصلوا على هذه النتيجه. يعني ولا بدا انكم ديروها في الكيس الغذائي باش ما تجمدش معكم، وغادي تحتفظوا بها، يعني غادي تكون صالحه وخدامه معكم في اي وقت. يعني واخا ديريها على 3 ايام على 4 ايام يعني غتكون ناجحه. وغادي تشدوا البنات العجينه ديالكم، غادي تقسموها على شكل اجزاء، يعني على حسب الكميه والاجزاء اللي عجبوك، يعني غادي تقسميهم بها. انا قسمت العجينه ديالي على 4 اجزاء، يعني غادي ندير لهم المكونات الغذائيه كل وحده والالوان اللي عجبوها. غادي ديروا الوان اللي غادي ينجحوا معكم في الحلويات ديالكم، اي لون عجبكم البنات غادي تضيفوه. انا قسمت العجينه ديالي على 4 ديال لي طرونش، يعني غادي نضيف للعجينه الاولى البرتقالي، غادي نضيف ليها اللون البرتقالي، وغادي تدلكوها يعني الكميه اللي عجباتكم على حسب الحده ديال اللون اللي بغيتو
تجيكم في الحلوى في العجينه ديالكم. يعني غادي تدلكوها وغادي تجمعوها على هذا الشكل. يعني خاصكم تجمعوها وتدلكوها باش اللون يتجانس ليكم في الحلوى ديالكم. غادي تدلكوها حتى تحصلوا على القوام المطلوب. من بعد ما تخلطوا الملون ديالكم كتحصلوا على هاد اللون البرتقالي. يعني الالوان راه اختياريين البنات، يعني كل وحده واللون اللي عجبها تضيفوا. يعني غادي تهزوا السلوفان ديالكم اولا البلاستيك الغذائي وكتغطيو بها اللون ديالكم. يعني غادي تقسموه، انا قسمته على 4 الاقسام وخدمت في واحد البرتقالي. هذا راه عندي خضر ولكن سائل، من الافضل الا عندكم الاخضر بودره ضيفوه. انا ضفت الاخضر السائل حيت ما عنديش البودره، عندي السائل، ولكن ماشي مشكل. يعني نجحات معايا العجينه ديالي واخا ضفت ليها العجينه واخا ضفت ليها الملون السائل. غادي تدلكوها على هذه الطريقه كما شفتوا في الاول، يعني بنفس الطريقه تتحصلوا على عجينه رائعه جدا. غير تبعوا الخطوات وتبعوا الفيديو، راه ناجح 100%. يعني غادي تخرج معكم عجينه للصابلي، الحلويات، الكيك، يعني الكلشي ناجحه وما تخافوش منها البنات، راه فعاله جدا. من بعد ما دلكناها وخلطنا معها الملون الغذائي الاخضر كنحصلوا على هذا اللون، يعني البيس على لون سبيستاج، يعني اللون ماشي غامق، يعني كيجي واعرين. وفي التزيين ديال الحلويات يعني غير جربوا هذه الطريقه، راه واعره جدا. يعني غادي نخدم معكم الباقي بنفس الخطوات وبنفس الطريقه، تتحصلوا على عجينه السكر رائعه بالوان مختلفه وناجحين 100%. ضفت الاصفر والابيض، غادي نخليو العجينه كيما هي. يعني غادي تطبقوها كيما كتشوفوا الفيديو، راه غادي تنجح معكم من الاستعمال الاول. بالنسبه للون الابيض راه البنات كما كتشوفوا راه ما ضفتش ليه اي لون، يعني غنخليوه كيما هو. حتى هو غنديروه في البلاستيك الغذائي. يعني وصفه ناجحه 100%. غير جربوها، راه فعاله جدا وناجحه من الاستعمال الاول. كنشكركم البنات على التتبع ديالكم. ما تنساوش عفوا الاشتراك في القناه ودعموني بلي لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. كنشكركم بزاف.